السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة طاجن بامية زي ما انتوا شايفين كده، بيتكلم عن نفسه. طاجن بامية باللحمة، سهل وسريع، واللي ما بيحبش البامية بالطريقة دي هيحبها وهتبقى عنده ادمان وهيعملها دايما على طول. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب حلة على النار كده، او وok او اي حاجة، او طاسة كبيرة او صينية، واحط كده يعني شوية زيت، مش كتار لاني لسه هحط دهن. ومعايا هنا يعني قطعة من الدهن كده كانت موجودة في اللحمة، قطعتها مكعبات كده وقلت اسيحها مع الزيت نستفيد بطعمها يعني وبالبهاريز اللي فيها. هشوح الدهن كده لحد لما ينزل العصارة بتاعته وينزل السمنة بتاعته، يبقى كده جاهز. هنا خلاص يعني بقى جاهز معايا. هنزل بقى باللحمة بتاعتي. معايا نص كيلو من اللحمة مقطعاها قطع صغيرة كده زي قطع الكبدة. بفضل اقطعها قطع صغيرة عشان تبقى يعني اللي ياخد معلقة بامية تبقى البامية باللحمية كده في المعلقة، مش نفضل نقطع ونفعص والحاجات دي. فتبقى على قد اللقمة يعني، سواء كانت برز او كانت بعيش. هبتدي بقى اشوح اللحمة كده تشويحة حلوة جدا. طبعا لو هتعملها قطع كبيرة بنفس الطريقة برضو، بس هتاخد وقت في السوا شوية لانها طبعا القطعة كبيرة. لو انتي بتحبي تعملها قطع كبيرة يعني، بس الطريقة دي افضل عشان اللي ياكل بعيش كمان يبقى الحتة على قد اللقمة. هحط هنا بصلاية متقطعة، طبعا اي تقطيعة مش هتفرق يعني. هنشوح البصل مع اللحمة مع الحاجات دي مع الدهن. ونبتدي بقى نحط بقى هنا البهارات. هحط فلفل اسود فقط لا غير على اللحمة. باقي البهارات هنحطها على البامية في باقي الوصفة ان شاء الله هنشوفها مع بعض. وهشوح الفلفل الاسود كده مع البصل مع اللحمة. شايفين الصوص ده بقى؟ هي هتستوي فيه، هتنزل ميتها والبصل هينزل ميته وهيستوي كله في بعضه. لو احتاجت سوا ممكن نزود كوباية مية. هنغطي عليها ونسيبها لحد لما تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خدت لون جميل واستوت وبقت شكلها حلو قوي وريحتها جميلة. نشوف بقى الوصفة معانا. عملنا نص كيلو لحمة، هنحط نص كيلو من البامية. طبعا البامية دي متفرزة في الفريزر يعني، انا كنت مخزناها. هي لسه جامدة شوية، فهنسيبها لحد ما تفك. هغطي عليها واسيبها تفك في الحرارة. بس انا الحقيقة كنت مستعجلة فقلت افككها انا بالسكينة يعني عشان نختصر الوقت. كده خلاص بقت جاهزة. هبتدي بقى اشوحها مع اللحمة مع البصل مع الفلفل الاسود اللي احنا كنا حاطينه. هنحط بصلاية كمان مقطعة. البصلاية اللي فاتت كانت عشان تشويحة اللحمة، البصلة دي بقى علشان خاطر البامية. هنحط بقى كل حاجة ني في ني. بصلة نية، معلقة توم مفرومة كده، ونبتدي نشوح. يبقى حطينا مع البامية بصل وتوم. معايا هنا قرن فلفل حراق، وده يعني اختياري بس بيخلي الوصفة جميلة جدا وبيديها طعم حلو قوي. او مش لازم يبقى حراق قوي يعني، لو نص ونص مش ما يجراش حاجة يعني. او حطي مثلا بدل ما هو قرن كبير حط نص قرن. نبتدي بقى نبهر الاكلة بتاعتنا. فلفل اسود وكمون، كزبرة ناشفة. هحط كمان شوية من البابريكا. وبس، هي دي البهارات اللي انا حطيتها، لا اكتر ولا اقل. انا ما حطيتش ملح خالص لحد دلوقتي عشان خاطر اللحمة تستوي بسرعة. هشوح بقى المكونات دي كلها مع بعض، وهنزل بعصير الطماطم بتاعي يكون عصير تقيل. وصفة جميلة جدا وطريقة سهلة وبسيطة، وبتاخدش وقفة كتير، ما بتاخدش غلبة كتير، ما بتاخدش مواعين كتير. حلوة جدا والنتيجة مبهرة وطعمها لذيذ جدا. لو ما بتحبوش البامية بالطريقة دي هتحبوها جدا جدا وهتعتمدوها على طول. هحط هنا الملح بتاعي، وهحط كمان يعني رشة سكر بسيطة كده عشان تعادل حموضة الطماطم. وكده خلاص الوصفة بقت يعني جاهزة. هنسيبها تاخد غلوتين 3 على النار كده، تاخد وتدي مع بعضها لحد لما تبقى بالشكل الجميل القمر ده. عايزه اقول لكم ما خدتش وقت خالص، لا اللحمه خدت وقت ولا الباميه خدت وقت وجهزت في ثواني. ممكن انت لو وراكي مشوار تجهزيها وتسيبيها على الطاجن على الفرن على طول. هجيب طاجن هنا فخار او بايركس او ألمونيوم اي حاجه، ونحط في الباميه بتاعتنا. تمام كده. انا طبعا احنا بنحب ناكلها بعيش، فبخلي الصوص بتاعها تقيل كده، ما بحبهوش خفيف
لو هتاكليها برز ممكن تخلي الصوص خفيف شوية، بس هو ده افضل نتيجة سواء كان رز او عيش. هنا بقى جاهز معايا، هنجيب كده قرن فلفل حراق كده ونحطه كده يتشوي معاها، بيبقى طعم خرافي برضو. وهندخلها الفرن تستوي من فوق ومن تحت وتاخد لون. وعلى ما ده يحصل وتستوي وتطلع من الفرن نعمل الطشة بتاعتها. هنا كانت خلاص قربت تطلع، يعني دقيقة وهطلعها من الفرن، قلت اعمل الطشة. طبعا طشة زي طشة الملوخية، توم مفروم في زيت او سمنة، ونحط عليه كزبرة ناشفة. اللي ما كلش بامية بالطشة ما كلش بامية في حياته، يعني بجد الخطوة دي بتفرق كتير قوي في طاجن البامية. جربيها وانت هتعرفي. تمام كده كان جاهز معانا، والطاجن القمر الفظيع ده طالع من الفرن ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، يستاهل بقكم والله. نبتدي بقى نوزع الطشة بتاعتنا على طاجن البامية بتاعنا اللذيذ القمر الشهي، اللي بتكلم عن نفسي انا مش عارفة اقول فيه ايه والله. اي كلام شوية عليه، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده عظمة. طبعا بننزل اي توم في الطاسة يعني. وبقى بالشكل اللذيذ القمر اللي انتوا شايفينه دوت. جربوه، الف هنا على قلبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.